Pour moi, c'est important d'aller vers les régions. J'ai toujours dit à ceux qui sont là à la DTN, qu'il faut entrer dans le pays, qu'il faut pas rester dans les bureaux, qu'il faut aider d'abord les gens. Comment on peut aider? Tout d'abord avec notre philosophie et après entrer sur le terrain. Parce que nous sommes là pour aider le football au Maroc, pour aider le pays. Nous sommes là pour aider, pas seulement pour juger, parce que juger c'est très facile, mais aider c'est la première étape avant de juger. C'est pour ça qu'on le fait. On se rend compte que la Ligue Sous Massa, tabarakallah, fait du très bon travail. Donc voilà, ça nous motive vraiment à venir échanger et apporter notre pierre à l'édifice. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui font du travail dans l'ombre et voilà, on est là encore aujourd'hui pour les accompagner et essayer d'apporter un petit plus et d'avancer tous ensemble. بطبيعة الحال بداية كنتوجه بالشكر الجزيل للإخوة في الإدارة التقنية والسيد رئيس الجامعة على هذه المبادرة وهذه الزيارة اللي كتقوم بها الإدارة التقنية للعصاب الجهوية. كنعتقد بلي أنها فرصة سانحة للإدارة التقنية الوطنية وكذلك الجامعة باش تكون واحد النظرة على العمل تاع العصاب، وغتكون واحد المقارنات واللي غادي يقدر كنتمنى باش ينتهي هذه الزيارة تنتهي بالاجتماع او لقاء لرؤساء العصاب باش يكون واحد تقييم لهذه الزياره والاهداف منها. الاهداف من هذه الزياره عندها اهداف راه وضحهم من المدير التقني وكذلك السي فتحي جمال والاخوه المتدخلين بحضور المدراء التقنيين الجهويين ديالنا حنا في العصبه الجهويه سوس ماسا. وكنتمنى امثال هذه الزيارات كذلك تعمم في قطاعات اخرى، ما كرهش التحكيم يكون، ما كرهناش الماليه تكون، ما كرهناش الاداره، ما كرهناش البنيه التحتيه باش يكونوا في هذه امثال هذه الزيارات اللي كنتمناو باش تعطينا نتائج اللي غيتوقف لنا على الاخطاء الا كانت اللي نصحوها، واذا كانت شي حاجه اللي هي ايجابيه نطوروها. كنعتقد بان هذه غتكون مسائل ايجابيه. اولا الهدف من هذه الزيارة هذه هو البرنامج اللي وضعت الإدارة التقنية لمرافقة العصاب الجهوية والأندية اللي منضوية تحت اللواء ديالها. اليوم حنا في أكادير من أجل هاد العملية هذه ديال المرافقة. اليوم وضعنا لو بلان ديال هاد لاكسيون هذه، يعني والخطوط العريضه ديال الاداره التقنيه. غادي ندوزو للعمل التطبيقي سول التيران. غادي نشوفوا لي كاتيجوري داج نوتامون لي U21 U19 U15 U17 اي بي غنشوفوا لي زيكول فوتبول. غادي نقيسوا تقريبا جميع الانديه بدايه بالفروق ديال الصفوه، يعني ديال لا بطوله برو 1 و 2 نوتامون كاين الحسنيه تكادير اولمبيك تشيرا، اضافه الى الفريق ديال امل تيزنيت اللي هو في ليكسيلونس والفروق اللي كاينه في قسم الهواة 1 و 2. اليوم غنهبطوا للتيران مع هاد الانديه هذه. غيكون حضور ديال جميع المؤطرين ديال هاد 15 فرقه. ما نساوش بانه راه كاين زيكيب اللي هي تم الاستدعاء ديالها لهاد الزياره هذه. كنعتقد انه الشيء المفرح اليوم هو المقر اللي شفنا ديال العصبه، لانه كيبان بانه عصبه منظمه عندها ستركتور ادمينستراتيف فينونسيير تكنيك ميديكال. هذا شيء مفرح لانه بدايه بالدار البيضاء واكادير كنعتقد انه شيء مفرح لانه كنشوفوا العصاب ديالنا خدامين غاديين في الطريق الصحيح. والان هذه المواكبه هذه ديال الاداره التقنيه يمكن لها الا تقوي هذه العصاب هذو وتطور كره القدم في جميع الجهات.